لو رقمك يا قلب اخوك محظور من النسخ المعدلة ومحتار وعايز تشغل رقمك على نسخة معدلة ومن غير اي مشكلة خالص، جالك النهاردة يا قلب اخوك بنسختي فيرجن 3 حرفيا اكتساح مجالك يا اسطى، وهتشغل رقمك عليها بدون اي مشكلة حتى لو محظور نسخ معدلة. تمام قوي. مش كده وبس يا قلب اخوك، عندك النسخة بتاعت النهاردة اقسم بالله فيها مميزات جمدان بمعنى الكلمة، مستحيل تهنج من اي فيروس في المجال. وطبعا يا اسطى بتوثق ارقام، بترفعك ادمن في كل الجروبات، فيها بندات حظر ارقام، فيها بندات فك حظر ارقام. تمام. بتوثق رقمك طبعا، يعني النسخه كمان ضد الحظر ضد التحديث. بص يا اسطى النسخه دي حرفيا اكتساح مجالك من كل حاجه، فيها حاجات حرفيا هتصدمك. تمام. كل اللي مطلوب منك يا قلب اخوك تكمل الفيديو بتاع النهارده للنهايه علشان تعرف ازاي هتشغل رقمك حتى لو محظور نسخ معدله على النسخه دي. تمام. يلا بينا على الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب كل سنة نكون مع بعض وبخير. طبعا يا اسطى انا جالك النهارده بنسختي فيرجن 3، وزي ما انت شفت كده في مقدمة الفيديو ان شاء الله باذن الله لو رقمك محظور معدل ان شاء الله هيشتغل على النسخة دي بدون اي مشكلة خالص. تمام. كل اللي انا طالبه منك يا قلب اخوك تقدرني وتعمل لايك على الفيديو، علشان اللايك ده اللي بيساعد في انتشار الفيديو. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية يا قلب اخوك الشير بتاعك اقسم بالله ما هيأثر معاك في اي حاجه، ده دقيقتين اتنين هتعمل شير للنسخه دي وجزاك الله كل خير. تمام. دي حاجه. الحاجه التالتة يا قلب اخوك ودي الاهم، طبعا النسخه دي بباسورد، والباسورد متكون من 6 ارقام هقوله لك رقمين في رقمين في رقمين بصوتي في الفيديو ده. تمام. كمل الشرح بقى للنهايه علشان تعرف ازاي رقمك هيشتغل على النسخه دي حتى لو هو محظور معدل. تمام كده. تمام قوي. طبعا يا اسطى النسخه هتظهر معاك بالايقونه اللي انت شايفها قدامك دي، اول ما تفتح النسخه معاك هتظهر معاك بالشكل اللي انت شايفه اللي قدامك ده قلب اخوك. تمام. ده الشكل الاساسي بتاعها بمعنى الكلمه. طبعا النسخه دي بمساعده اخويا القناص، حتى اسمه فوق اهوت. تمام. يعني حاجه يا اسطى اقسم بالله جحده بمعنى الكلمه. كمل الفيديو علشان تعرف مميزات النسخه دي كامله، علشان النسخه دي حرفيا فيها مميزات جامده جامده بمعنى الكلمه يعني. تمام. اثبت نفسك يا اسطى باللايك بتاعك علشان اللايك ده هو اللي بيساعد في انتشار الفيديو. تمام. عندك يا اسطى مبدئيا كده عندك تحت اهوت الشتات الرومات المسجات الكولات المجتمعات، طبعا زي ما انت شايف كده جمدان اقسم بالله، شكل النسخه اصلا حاجه عظمه. تمام. طب لو دخلت الشات كده قلب اخوك زي ما انت شايف، طبعا شكل الشات اقسم بالله جمدان بمعنى الكلمه، حاجه على الهادي كده. تمام. وده طبعا شكل الرسائل اهوت يا اسطى، لما تيجي تبعت رسائل لاي حد عندك النسخه اهوت ممكن برضو تخش على اي حاجه في الخصوصيه وانت في نفس الشات بدون اي مشكله خالص، ودي طبعا ميزه كويسه جدا في النسخه. تمام. عندك هنا يا اسطى لو جيت فوق كده هتلاقي النسخه بترمي فيروسات اندرويد وايفون زي ما انت شايف كده. لو جيت ضغطت كده ورميت يا اسطى هتلاقي النسخه بترمي معاك زي ما انت شايف كده الطلقه حرفيا. تمام. طبعا يا اسطى استخدم الفيروسات دي في الخير بس مش اكتر، يعني لو حد اذاك بس، ويا ريت اصلا ما تستخدمهاش، بس هي حاجه يعني ايه موجوده في النسخه. تمام كده. يعني من الاخر النسخه دي مش ناقصاها اي حاجه. تمام قوي. بس اهم حاجه يا اسطى اي حاجه في النسخه دي تستخدمها في الخير بس مش اكتر، عشان ما تشيلش الواحد اساسا ذنوب اكتر ما هو. تمام. وعندك هنا اصلا لو جيت مثلا عندك هنا ايقونه وضع الطيران، وعندك هنا ايقونه البحث، وعندك اصلا لو ضغطت كده على المربعات اللي هي فوق دي، خد بالك كده معايا علشان في مميزات اقسم بالله طرش في النسخه دي. تمام. لو ضغطت كده يا اسطى هتلاقي هنا البرايفسي، الاعدادات، الارشيف، وعندك هنا مميزات النسخه، وهنا طبعا البطاريه. بص يا اسطى دي مميزات النسخه كامله، ممكن تخش عليها برده من هنا الى الاله الحاسبه، طبعا زخرفه النصوص الكلام ده كله. عندك لو جيت هنا يا اسطى دي طبعا الاشكال اللي هي بتنضاف في النسخه دي، عندك اللي هو تساقط الثلج، تساقط الورد، الرعد، مش عارف ايه الكلام ده كله زي ما انت شايف كده. الكسورات. بص يا اسطى جمدان اقسم بالله. تمام. حرفيا روعه. وطبعا ساعات بتظهر لك طبعا في الشاشه الرئيسيه وشاشه المحادثه، حرفيا حاجات جاحده بمعنى الكلمه قلب اخوك. تمام. انت تشوف بقى انت عايز تظهر ايه وعايز تخفي ايه زي ما انت شايف كده. اشكال جمدان بمعنى الكلمه، الساعات اهوت وكل حاجه اشتغلت بدون اي مشكله خالص. تمام. طبعا يا اسطى حرفيا اقسم بالله النسخه جاحده حرفيا، احنا لسه كده ما عملناش حاجه اصلا. تمام. عندك لو ضغطت كده على الثلاث نقط دول يا قلب اخوك ركز معايا. تمام.
لو ضغطت كده على الثلاث نقط هتفتح لك المميزات اللي انت شايفها قدامك دي. عندك هنا منظور حاكم فيرجن 3، عندك هنا جدولة الرسائل، الرد التلقائي، ريستر النسخة، عندك هنا الرسالة الرقم غير محفوظ، الرسالة جماعية، الاعدادات. طبعا الاعدادات كاملة اهوت يا قلب اخوك بالعربي، تمام. الاعدادات كلها اهوت يا اسطى متعربة زي ما انت شايف كده. عندك لو دخلت كده يا قلب اخوك ماشي، وعندك هنا لو دخلت على منظور حاكم فيرجن 3 تمام كده، عندك هنا يا اسطى اضافات منظور حاكم يا خي، تمام. لو دخلت عليها كده قلب اخوك هبدأ لك كل حاجة واحدة واحدة علشان تفهم الدنيا ماشية ازاي، تمام. عندك هنا يا اسطى زرار الحماية، دي طبعا زرار الحماية من اي فيروس في المجال، يعني مستحيل تهنج من اي فيروس في المجال يا اسطى وانت مفعل الزراير اللي انت شايفها قدامك دي، تمام. حرفيا جمدان بمعنى الكلمة، كل حاجة متعربة معاك اهوت، يعني مفيش اي حاجة يا اسطى بمعنى اصح ناقصة النسخة دي، تمام. وطبعا الحماية من فيروس البوت، والحماية من فيروس الترولي اللي هو الجديد اساسا، وعدم تهنيج المستندات، وعدم تهنيج اللوكيشن، وعدم تهنيج الفيروسات الميديا، وعدم تهنيج الكتالوج، الكلام ده كله قلب اخوك، تمام. تمام قوي. وعندك هنا يا اسطى ممنوعات منذ الحاكم، لو دخلت عليها كده هتلاقي هنا قلب اخوك عرض ايقونة تبديل الوضع نفسه، تمام. وعندك هنا توثيق الرقم بتاعك يا اسطى، عشان طبعا الرقم بتاعك يبقى ضد الحظر بمعنى الكلمة، يبقى متوثق من الشركة، تمام. وعندك هنا اعادة التوجيه التلقائي، وعندك هنا احرق اي نسخة بمكالمة زي ما انت شايف كده. بس ده قلب اخوك تستخدمه في الخير، يعني المفروض اساسا اللي انت يعني بتفعل الزر ده وبتبدا ترن على اي حد النسخه بتاعته بتتحرق، تمام. وعندك هنا يا اسطى اللي هو الحمايه من كراش كول، وعندك هنا تذكر الايفون بيظهر طبعا في الشات، تمام. وطبعا يا اسطى لو جيت هنا على اضافات النسخه زي ما انت شايف كده هتلاقي هنا يا اسطى اللي هو سجل ريك وانت في مكالمه، يعني انت لو في مكالمه وعايز تسجل ريك بتسجل عادي خالص بدون اي مشكله. وعندك هنا اخفاء كل الشتات لو انت عايز تخفيها، تمام. وطبعا يا اسطى عندك هنا للتواصل مع المطور، طبعا قصه انك تشغل النسخه دي على رقم محظور معدل هعرفه لك يا قلب اخوك عن طريق الزرار ده، التواصل مع المطور. ركز معايا علشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي وتعرف ازاي هتشغل النسخه دي على على رقمك وهو محظور معدل، تمام كده. عندك هنا قسم تفكيك الريكورد يا قلب اخوك زي ما انت شايف كده، عندك هنا تفكيك الريكوردات اهوت، اقسم بالله جمدان بمعنى الكلمه. عندك هنا يا اسطى اللي هو الكلين كاش زي ما انت شايف كده يا اسطى، اللي هو تنظيف النسخه اندرويد 10 واندرويد 11، تمام كده جمدان اقسم بالله. وعندك هنا يا اسطى اللي هو الخصوصيه البلس كامله، تمام، اللي هو اضافات منذ الحاكم يا اسطى، لو دخلت عليها كده هتلاقي هنا قلب اخوك برضو حولك على نفس الاضافات اهوت، تمام. وعندك هنا يا اسطى اللي هو اكواد فك وحظر ارقام زي ما انت شايف كده، جمدان بمعنى الكلمه. بالنسبه يا اسطى لحظر الارقام استخدمه بالله عليك في الخير علشان ما تشيلنيش ذنب، تمام. هو الحوار كله قلب اخوك اللي انا ضايف لك كل حاجه في النسخه تكمله، يعني النسخه مش عايز اي حاجه ناقصاك بمعنى الكلمه، تمام. يعني لو رقم مثلا اذي اختك اذي امك مش عارف ايه، ده بس اللي تعرف اللي انت تحظره مثلا او تاذيه، تمام كده. غير كده يا اسطى بالله عليك ما تعمل اي حاجه بالاكواد دي، تمام. وان شاء الله باذن الله كل الاكواد اللي انت شايفها قدامك دي شغاله 100%. عندك هنا بند 1 بند 2 ده طبعا لحظر الارقام، عندك هنا توثيق رقمك بند 1 وتوثيق رقمك طبعا فيرجن 2 زي ما انت شايف كده، وعندك هنا توثيق رقمك 3 وفك حظر 1 وفك حظر 2، وعندك هنا بند 3 برضو بند 4 بند 5. دي طبعا البندات دي يا قلب اخوك دي لحظر الارقام. طب هنستخدمها ازاي؟ عندك لو عايز توثق رقمك 1 زي ما انت شايف كده، طبعا انا ضايف لك اهوت 1 و2 و3 علشان لو دي ما نفعتش دي تنفع، دي لو ما نفعتش دي تنفع، انت فاهم ازاي؟ بس مش اكتر. وعندك نفس القصه البندات برضو، الطريقه دي ما نفعتش برضو بالاكواد بتاعتها، الطريقه دي تنفع وعلى كده. ونفس القصه برضو فك حظر الارقام. المهم دلوقتي لو انت مثلا عايز تحظر رقم بتضغط كده على البند الاول، تمام، بيحولك على الجيميل تلقائي يا اسطى زي ما انت شايف كده. كل اللي انت بتعمله يا قلب اخوك بتمسح طبعا النجمات دول النجم دي، تمام. وطبعا بتكتب الرمز الدوله بتاعك، مثلا رمز الدوله بتاعك 20، تمام. وبتكمل الرقم بتاعك اهوت بدون اي مشكله خالص، وليكن الرقم اهوت، تمام. وبعد كده يا قلب اخوك بتعمل علامه الارسال اللي هي فوق دي، بس ما بتعملش اكتر من كده، تمام، زي ما انت شايف كده. وان شاء الله باذن الله الطريقه تنفع معاك بدون اي مشكله. نفس القصه لو عايز توثق رقمك، نفس القصه لو عايز مثلا اللي انت تفك حظر الرقم، اي حاجه من دي، تمام. انا بفهمك كل حاجه بالتفصيل علشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، تمام كده. وعندك هنا يا اسطى اللي هو اخفاء اخر ظهور زي ما انت شايف كده، عندك يا اسطى اول رقمين في الباسورد 40، تمام، اول رقمين 40، تمام.
وعندك هنا يا اسطى منع مشاهدة مرة واحدة، وطبعا تعطيل إعادة التوجيه، ومن يستطيع الاتصال بيك، وعندك هنا عرض الكل. ده طبعا بتستخدم الحوار ده مين اللي اتصل بيك اثناء وانت فاتح الداتا طبعا او الواي فاي، اي حاجة من دي تمام. بتتحكم في كل الكلام ده يعني بمعنى صح تمام. ومنع حذف الاستوري، واخفاء طبعا مشاهده الاستوري والكلام ده كله. دي طبعا المميزات اللي احنا متعودين عليها. وعندك هنا السيمات يا قلب اخوك، لو انت عايز مثلا تحمل سيم من الملفات نفسها تمام. زي ما انت شايف كده، وعايز تحمل سيم مثلا من المتجر بتاع السيمات، الملفات الكلام ده كله، بتعمل كده بدون اي مشكله خالص. وعندك هنا اصلا اللي هو اعدادات النسخه، هنا طبعا الالوان كامله بتاعت النسخه زي ما انت شايف كده، بتقدر ان انت تتحكم فيها من هنا تمام. وهنا طبعا الانماط والاشكال، وهنا طبعا الاخفاء الوسائط، وعندك هنا النسخ الاحتياطي والاستعاده لو انت عايز تركب ملف بسرعه. وهنا طبعا اصلا لو دخلت على الاعدادات دي طبعا لغه النسخه لو انت عايزها كلها بالانجليزي تمام، بتختار تالت واحده دي تمام. حرفيا يا اسطى اقسم بالله النسخه يعني حرفيا جمدان بمعنى الكلمه تمام. وعندك هنا شاشه الواجهه يا اسطى لو دخلت عليها كده، عندك هنا البار العلوي تمام، جمدان بمعنى الكلمه يا قلب اخوك. وعندك هنا اللي هو الستايل، وعندك هنا الاسطر طبعا لو عايز تغير الاسطر، عايز تغير مثلا تغيير شكل الارشيف اهوت تمام، بتغير اللي انت عايزه بدون اي مشكله. يعني مثلا الشكل التاني ده جمدان بمعنى الكلمه يا اسطى تمام، حرفيا روعه. طبعا الحاجات المهمه بس اللي انا معربها لك عشان تكون فاهم يعني. عندك هنا قم بالتاكيد قبل ارسال الحاله، طبعا لازم تكون مفعل ده قبل ما ترسل الحاله تمام. عندك هنا مشاهده نغب القصه، عندك هنا اخفاء المقص من الدردشه نفسه تمام. دي طبعا المميزات يا قلب اخوك اللي احنا متعودين عليها تمام كده. وعندك هنا شاشه المحادثه يا اسطى زي ما انت شايف كده، اللي هو المؤرشيف والكلام ده كله. وهنا طبعا المسجات يا قلب اخوك. وعندك هنا طبعا حول التطبيق اللي هو حول المطور بمعنى اصح تمام. طبعا دلوقتي وصلنا لنهايه الفيديو المفروض تمام كده، والمفروض دلوقتي اللي احنا خلصنا مميزات النسخه. طبعا هنطلع كده ونخش تاني تمام. النسخه اصلا حرفيا يعني جمدان بمعنى الكلمه زي ما انت شايف كده. عندك اسطتين رقمين في الباسورد 60 تمام تمام قوي. المهم دلوقتي المفروض اللي احنا واقفين على ازاي هنشغل رقمنا على النسخة دي حتى لو محظور معدل تمام. ركز معايا يا قلب اخوك، طبعا كلنا مستنيين اللحظة دي. طبعا يا اسطى الطريقة اللي انا جاي لك بها النهاردة دي فهي مهمة جدا وشغالة 100% تمام تمام قوي. المهم دلوقتي يا اسطى على فكره الشركه ردت علينا اهوت بدون اي مشكله خالص. ده معناه يا قلب اخوك ان الاكواد اللي انا مستخدمها في الشرح طبعا شغاله 100%، اللي هي بتاعه فك حظر الارقام وحظر الارقام وتوثيق رقمك والكلام ده كله تمام. يعني انا عمري في حياتي ان شاء الله باذن الله يعني ما هنزل لك حاجه فيك. المهم دلوقتي هتدوس على الثلاث نقط، بعد كده هتدوس على منظور حاكم فيرجن 3 تمام كده. وبعد كده يا قلب اخوك هتدوس على اضافات منظور حاكم، وعندك هنا يا اسطى هتدوس على التواصل مع المطور تمام. اول ما تدوس على التواصل مع المطور عندك هنا لينك قناه الواتساب تمام. وهنا طبعا لينك قناه التليجرام. قناه التليجرام دي يا قلب اخوك لازم ومهم جدا انك تخش فيها. اول ما تضغط على قناه التليجرام هيحولك مباشره على قناه التليجرام زي ما حضرتك شايف كده تمام. مهم جدا يا قلب اخوك قناه التليجرام دي تكون فيها، حرفيا بنزل فيها حاجات جمدان بمعنى الكلمه، واي حاجه عامه بتنزل مباشر على قناه التليجرام دي تمام. يعني يمكن انا اساسا الوحيد اللي في المجال ده كله بنزل لك النسخ والاكواد واي حاجه انزلها مباشر. يعني المفروض دي حاجه ليها تقدير لوحدها كده تمام. يعني انت لو لحد دلوقتي ما عملتش لايك اقسم بالله كده ما في تقدير خالص تمام. عندك هنا بقى المهم دي قناه التليجرام لازم طبعا تكون فيها. عندك هنا يا اسطى ده فيديو مهم علشان لو رقمك محظور نسخ معدله لازم تسمعه تمام. لو دخلت كده هيحولك مباشره على فيديو خاص بيا تمام. الفيديو ده هتستخدمه في ايه؟ الفيديو ده قلب اخوك عن طريق الفيديو ده هتعرف تشغل هتعرف تشغل النسخه بتاعت النهارده من غير اي مشكله خالص على رقمك حتى لو محظور معدل. وان شاء الله باذن الله كل حاجه هتبقى محلوله معاك تمام. زي ايه؟ زي الحالات طبعا هتعرف اللي انت تشتغل حالات على النسخه بدون اي مشكله خالص تمام. طبعا تعرف تعمل كل حاجه على النسخه بدون اي مشكله خالص عن طريق ربط الجهاز بس بطريقه جديده لاول مره يا قلب اخوك، او مش لاول مره تمام، بس هي طريقه عامه كويسه جدا تخليك تشغل النسختين الاتنين، النسخه المعدله والنسخه طبعا الاساسيه تمام. تخليك تشغل النسختين الاتنين طبعا على جهاز واحد.
ودي طبعا مفيش كتير على اليوتيوب اساسا نزل الطريقه دي. تمام، فكل القصه قلب اخوك هتسمع الفيديو ده للنهايه، وان شاء الله باذن الله هتشغل رقمك بدون اي مشكله خالص على النسخه بتاعت النهارده. تمام، وطبعا مش هيواجهك فيها اي مشاكل، هتنزل حالات وهتعرف تعمل كل حاجه بدون اي مشكله خالص يا قلب اخوك. تمام كده، تمام قوي. وطبعا يا اسطى اخر رقمين في الباسورد الا وهم 80. تمام كده، تمام قوي. طبعا يا اسطى النسخه جمدان بمعنى الكلمه زي ما انت شايف كده، انتظروا الجديد شديد بمعنى الكلمه قلب اخوك. ويا ريت تكون عملت اللايك بتاعك، ولو ما عملتش اللايك بتاعك يا قلب اخوك يا ريت تعمله دلوقتي، علشان اللايك ده بيشجعني اقسم بالله انزل لك المزيد. تمام، لو عجبك فيديو النهارده يا قلب اخوك اكتب لي كومنت تحت اكتب لي كومنت تحت الفيديو. تمام، وطبعا يا اسطى ولو في اي مشاكل واجهتك عامه بمعنى اصح اكتبها لي برضو تحت في الكومنتات. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.